الحالة الثانية من أحكام المسبوق في صلاة المغرب أنه يفوتوه جوج ديال الركعات، بمعنى تيلقى الركعة الأخيرة فقط في صلاة المغرب. في هذه الحالة ملي تيسلم الإمام فإن المسبوق هنا كينوض بدون تكبير، يعني تينوض مباشرة يقرأ سورة الفاتحة والسورة بالجهر، ثم كيجلس كيتحي كيدير التشهد، ثم يقوم للركعة الأخيرة فيقرأها كذلك بالفاتحة والسورة جهرا. علاش؟ لأن كما قلنا قبل فإنه يقضي الأقوال، والأقوال التي فاتت المسبوق هنا في هذه الحالة في صلاة المغرب أنه ما لقاش الركعتين الأوليين، يعني ما دركش الفاتحة والسورة بالجهر، فهو في هذه الحالة يقضي الفاتحة والسورة بالهيئة التي كانت عليها تلك الركعتان، وهو أن يقرأ الفاتحة والسورة بالجهر.